التواصل الاجتماعي. معانا استاذ امير تدرس، برحب بحضرتك. صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ تمام. يعني احنا مبسوطين ان انت معانا النهارده. ربنا يخليك، انا مبسوط اكتر صدقيني. يعني في البدايه حابين نعرف مين امير تدرس. بصي انا اما جيت ارتب اتكلم النهارده ازاي، ما حبيتش ان انا ارتب كلام يتقال. انا اتعودت ان انا اي حاجه بقولها تملي بختمها بالكلام ده حقيقي، يعني حتى لما بكتب اي حاجه بوست على الفيسبوك وكده. فقلت انا هاخد من الكلام اللي اتكتب لي في خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، لانه كلام قد كده اثر فيا يعني. فمن ضمن الكومنتس اللي اتكتبت لي انه امير ما بيعملش كده من نفسه، او هو مش بيحب كده الا اذا ما كانش خارج من بيت شبعان حب. فانا اذا كنت مديون لحد باي حاجه انا عايش فيها، فانا مديون لاربع اشخاص: بابا تدرس بطرس، وماما فيرجيني جرجس، وجيهان تدرس، ومادلين تدرس. لان كل واحد منهم في مستواه، سواء بابا كأب او ماما كأم او جيهان وبوسي اخواتي، واحده اكبر واحده اصغر. كل واحد اتعلمت منه احب ازاي يعني. الحب اللي بيعبر، والحب الساكت، والحب المادي، والحب المعنوي، والحب النفسي. فهو ده امير، يعني امير طالع من البيت ده بس. لكن امير بقى اللي بيشتغل، امير الزوج والاب والكلام ده، كل الحاجات دي كلها نتائج للاسباب اللي كانت طلعت امير بالشكل ده يعني. يعني انت كنت كتبت قصه كده عن ابنك الكبير اغسطينوس، يعني كان فيها تجربه ان هو كان تعبان، فعايزاك تحكي لنا انت قدرت بحبك تطلعه من المشكله او المرض اللي هو فيه ده. احكي لنا عن تجربه ابنك. بصي انا حكايتي مع اغسطينوس بدت من وانا خاطب، لانه من وانا خاطب وانا كنت انا ولد وحيد على بنتين زي ما اتكلمت كده. من وانا خاطب وانا بحلم انه ربنا اول ما يديني ولد في الاول، مش عشان انا بحب الولاد، لا، لان انا كان نفسي يبقى عندي اخ، فقلت ربنا يبعت لي اخ في الاول يعني. وانا اتعودت وانا بتعامل مع ربنا، رغم ان انا انسان يعني مش مرتبط قوي للدرجه دي بربنا، بس اتعودت انه بصدقه جدا في اي حاجه بيقولها يعني. فبطريقه ما كده ربنا وعدني ان هو لما هيديني في الاول هيديني ولد. وقلت انا هسمي اغسطينوس لتعلقي بالاسم. والحاجات تانية حصلت بعد كده يعني. فالحكايه بدات من يوم ما عرفت ان مريم حامل. روحت البيت وقطعت ورقه النتيجه وحطيتها في الانجيل. وانا بحطها في الانجيل قلت انا هشوف انا حطيتها فين، لانه الانجيل ده كلام ربنا. فقلت انا هشوف ربنا عايز يقول لي ايه. فطلعت الايه اللي هي في اشعياء 11 اول ايه: ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من اصوله. انا مش جذع يسى يعني اهتميت باللي جاي. ويحل عليه روح الرب، روح الحكمه والفهم، روح المشوره والقوه، روح المعرفه ومخافه الرب. فرحت جدا انه بدايه الاصحاح ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت اصل من اصوله. قلت في نبته دلوقتي بتطلع، رساله من ربنا. وهيحل عليه روح المعرفه وهتبقى فيه مخافه الرب. ساعتها فرحت جدا وقلت له انا مصدق انه اللي هيجي ده جاي من عندك، وانت هتعمل بيه حاجات كتيره يعني. عايز اقول حاجه لكل الناس فاكرين ان انا من الصور اللي بحطها، من الكلام اللي بكتبه، انه قد كده انا مش عايش في مشاكل، في حين ان الناس القريبين مني عارفين ان انا ممكن اكون عايش اكبر مشاكل ممكن تهز بيوت كتيره جدا. بس انا مقتنع بكلمه سمعتها في فيلم ابونا اندراوس الصمويلي، ان اللي يبني بيت يقعد فيه. فانا بنيت بيت، وتملي اقول لمريم مراتي، اقول لها بصي مهما كانت المشاكل اللي بيننا، حتى لو سبت البيت وغضبتي ورحتي، انا هفضل قاعد في البيت، لان اللي يبني بيت يقعد فيه. ومنين ما هنختلف وهنبعد عن بعض، هترجعي تخبطي على الباب هتلاقيني قاعد جوه وبفتح وبقول لك اتفضلي، لانه اللي يبني بيت يقعد فيه. فدي يعني خليها تكون اول رساله كده انا مشيت بيها وبقولها لكل الناس. الراجل اللي بنى بيت لازم يقعد فيه قبل ما يبقى اب وقبل ما يبقى اي حاجه. لا، انت بنيت بيت، فانت بنيت بيت لازم تفضل قاعد فيه مهما كانت التجارب حاصله يعني. مرينا بتجربه في بدايه جوازنا كانت عنيفه جدا. وكان معانا اغسطينوس كان عمره 5 شهور. نشكر ربنا عدينا التجربه دي وابتدينا نعيش حياتنا بقى في البيت عادي. الدنيا مشيت كويس قوي لغايه ما اغسطينوس ابتدى يخش في سنتين ونص كده، ان احنا نبدا ندخله حضانه يعني. فانا قلت لها بصي احنا ندخله حضانه تكون من الحضانات التعليميه اللي هي بيعلموا مسكه القلم والكتابه وكده. دخلناه فعلا حضانه باسم ماري جرجس، وده كان اول تعامل بيني وبين ماري جرجس في اغسطينوس. بعد فتره لقيت مدرسه الحضانه طالبه انها تتكلم معايا. قالت لي ابنك عنده مشكله في الاي كونتاكت.
قلت لها مش فاهم. قالت لي ابنك مش بيركز في عينين اللي قدامه. قلت لها فعلا، بس هو طفل. قالت لي لا، هو عنده الموضوع بشكل عرض من اعراض التوحد، فلو سمحت اعرضه على دكتور نفسي. بس انت ما قدرتش تكتشف ده في الشهور الاولى، يعني معروف ان مرض التوحد ممكن تكتشفه في 6 شهور مثلا. كنت متخيل انه لما ما بيركزش معايا، او لما بيقعد على الارض مثلا ويمسك الاسلاك ويتعامل بحركه معينه، او لما يقعد يهز راسه كده قدام، او يحرك ايده بحركه مستمره كده، كنت متخيل ان ده كل ده طفل، يعني نوع من انواع الشقاوه. يعني ما كنتش مركز ان دي حاجه كده، لان ما كنتش اسمع عن المرض ده خالص يعني. فطبعا الخبر نزل عليا يعني نزله كبيره قوي يعني. قلت انا مش هقدر استحمل ان انا اودي تينو عند طبيب نفسي علشان يعالجه. قلت لها طب معلش فهميني اكتر عن المرض. قلت اشوف ايه ابعاده يعني. فقالت لي هو مرض التوحد ده المريض بيه يعني، او اللي عنده، بيبقى بيختار حاجه واحده من كل اللي حواليه يعني. قالت لي على سبيل المثال مثلا هو دايرته هو مختارك فيها، مش مختار مامته. وده مش عشان انت كويس وهي وحشه او كده، لا، هو طبيعه الطفل التوحدي كده، بيبقى متعلق بحد على حساب التاني يعني. فانت لما بتيجي تجيبه الحضانه ممكن يقعد 3 4 ساعات يعيط، لكن لو مامته جت تجيبه هو يعني ما بيبقاش عنده مشكله، مش حاسس ان في حاجه، لانه انت اللي في دايرته. بيحب التلفزيون جدا، ما بيحبش يلعب، ما بيحبش يقعد مع الاطفال. قعدت تقول لي على سماته هو كطفل يعني. فقلت لها طيب خلاص ميرسي وكده. قالت لي انا تربويه على فكره وفاهمه كويس انا بقول ايه وكده. انا عايز اقول ان انا مديون لميس نوره بنيامين. هي السبب انه اغسطينوس اتعالج وخرجنا بيه، لان هي اول واحده اكتشفت. وما اكتشفتش بالصدفه، لانه هي بتحبه جدا لدرجه انه ربنا اداها زوج اسمه امير، وجابت ولد سميته اغسطينوس. ففي دلوقتي 2 اغسطينوس امير بسبب اغسطينوس ابني يعني. خدت الولد وروحت البيت، قعدت انا ومريم. قلت لها بصي انا عايز اعرف وانا في الشغل انتوا نظام حياتكم ازاي. قالت لي انا ببقى مشغوله يعني في توضيب البيت وعمل يعني انت الاكل. خدت وقررت ان انت ما تروحش للدكتور؟ ما انا حبيت اعرف انا اللي هعالجه. بالظبط. انا حبيت اعرف الاول الدنيا يعني هتمشي ازاي في البيت. فقلت لها هنعمل ايه يعني، هنمشي حياتنا ازاي. فقالت لي انا الصبح ببقى مشغوله في البيت وكده، فببقى فاتحه له التلفزيون وقاعده في اوضه الليفنج. قلت لها طيب بصي من هنا ورايح انا عايز تينو يتفرج على التلفزيون نص ساعه متواصل، بعد كده يقطع مثلا 3 4 ساعات ويرجع يتفرج تاني نص ساعه. فقالت لي طيب وحاجه البيت؟ قلت لها مش مهم حاجه البيت، انا بعرف اطبخ وبعرف انظف وبعرف اعمل كل حاجه، فخلي كل حاجه لغايه ما اجي، بس اهم حاجه تفضلي قاعده بيه طول الوقت. قالت لي اوكي. ابتدينا نعمل كده، وابتديت انا اجي من بره اخد تينو وعايز ابدا اركز بقى في قصه انه يبص لي. كنت الاول كل ما اشيله من على رجلي ينزل تحت ويدور على الاسلاك يفضل يلعب بيها يعني. هو من ضمن برضه سمات التوحد ان الطفل بيبقى عنده حاجه بيلعب بيها ما ينفعش حد ياخدها منه. فهو كان بالنسبه له موضوع الاسلاك ده فارق معاه جدا يعني. فابتديت اقعده على رجلي بالعافيه. الاول كنت مثلا لما اجي اقعده على رجلي كان يبقى ظهره ليا ووشه لقدام، مثلا قاعدين بنتفرج على التلفزيون او حاجه. فابتديت اعكس القعده. هو ده اغسطينوس؟ ابتديت اعكس القعده ويبقى باصص لي. ما كانش بيركز في عينيا، فابتديت انا اروح له وانا اللي ابص لعينه، كل ما يبص شمال انا اروح له. فابتدى في النص كده يبص لي ثانيه وبعد كده يبعد. ابتديت الثانيه دي تبقى ثانيتين والثانيتين يبقوا 4 وكده، لغايه ما ابتدى يركز معايا جدا يعني. كتير. ربنا اداك صبر ان انت قدرت تقف يعني من ثانيه لثانيتين، يعني دي حاجه قليله جدا. ما كانش عندي استعداد انه يطلع مش طبيعي. ما كانش عندي استعداد لكده. فالمهم ابتدينا نعمل كده. ابتديت اخده وانزل بيه نخرج. معلش انا متاسف يعني. لا اتفضل. ابتديت اخده ونخرج نتمشى كده كل يوم. اول ما ارجع من شغلي ما كانش يفرق معايا ان انا طالع السلم 5 ادوار وما عندناش اسانسير، ما كانش يفرق معايا ان انا راجع من الشغل. كان يفرق معايا ان انا اول ما اخش اخده في حضني وافضل مخليه في حضني حبه كتيره يعني. واخده وننزل نتمشى مثلا في الشارع ونرجع تاني. بعد فتره ابتدى يبقى متعلق بيا جدا. منين ما نخرج نروح عند اي حد كانت مشكلته ان انا لازم يعني اكون موجود. بالظبط.
وصلنا هو ما كانش بيتكلم بالمناسبه، وما كانش بيمشي لغايه اعتقد ان اغسطينوس مشي سنه ونص، اتكلم بعد 3 سنين. من ضمن المواقف اللي كانت قويه جدا وهزتني جدا، ويمكن هزتنا في البيت كلنا. كنت في مره عند بابا في البيت، وكنا مبيتين انا وهو وكده ومريم. فانا كنت تعبان مصدع جدا، فكنت رابط راسي بقماشه كده وداخل انام، فهو جاي ينام في حضني، ما كانش بيتكلم وقتها، فابتدى يمسكها وقال لي بابا عايز يشيلها يعني، لانه مش عاجبه منظري كده. فقلت له لا اتينو بابا واوا، فسيبها يعني. فخدته في حضني كده ونمنا للصبح. الصبح صحيت انا كويس، فغيرت هدومي ونزلت رحت الشغل. صحي هو من النوم، اتصلوا بيا في الشغل قالوا لي انت جاي امتى، هتتاخر؟ قلت لهم لا مش هتاخر. قالوا لي طيب ماشي عشان احنا مستنيينك. فاستغربت انه جيهان اختي عندنا في البيت وبنتها عند بابا يعني. فاما روحت البيت خدت معايا عصير. اول ما دخلت البيت ازيك يا تينو عامل ايه وكده، فقام جالي وبعدين مسك العصير مني وقعد يبص لي كده، قال لي بابا افتح افتح عشان افتحها له يعني. اول ما قال لي الجمله دي ابتدى يتكلم. لا لقيت بابا منهار من العياط. ف وكلهم بيبصوا له بيقولوا له ياه نطقت اخيرا، اتكلمت. الفكره ما كانتش في انه بيتكلم، الفكره كانت في انه لما صحي من النوم وما لقانيش، ما اتكلمش مع اي حد، ما اتعاملش مع اي حد، ما ضحكش في وش اي حد، فضل قاعد على الارض. بعتوا جابوا له جيهان اختي وبنتها علشان يحاولوا يهزروا معاه. قالوا لي بقى يضحك في وشنا ضحكه صفرة زي المجامله كده، ومش راضي يتكلم يعني، وما اتكلمش وما اتغيرش غير لما شافك. فبابا قال لي الواد ده ما تسيبوش، الواد ده روحه فيك. فقلت له بابا مش هسيبه، بس ما تقلقش يعني على اللي حصل. هو بس الفكره ان اغسطينوس شافني بالليل تعبان وصحي الصبح ما شافش اللي كان تعبان، فهو من جوه قلقان ومش قادر يسال حد ومش قادر يسمع صوتي يعني، ما فيش اي كوميونيكيشن بيني وبينه وانا بره يعني. من وقتها حسيت انه مفاتيح اغسطينوس معايا يعني. فحسيت ان انا ممكن اعمل حاجه من غير ما نلجا لدكاتره يعني. اغسطينوس كانت حركته عنيفه جدا، حركه ايديه وحركه رجليه كانت عنيفه جدا، كان شقي بدرجه يعني لا تحتمل. قرب دخول المدرسه دي كانت اللزوميه بقى ان احنا لازم نروح نشوف حد دكتور، لانه هيتعمل له انترفيو في المدرسه وهيبان. بس ما فرحنا. كانش في تحسن شويه يعني؟ كانت الدنيا ابتدت تختلف شويه عن قبل كده؟ ابتدت تختلف، بس نقطة الهايبر اكشن اللي كانت عنده قالوا دي مش هتنفع في المدرسة، بلس نقطة التركيز. يعني قصة انه الاي كونتاكت كنا حلينا 90% منها، قصة انه يبدأ يكوميونيكيت مع الناس برضو يعني حلينا جزء كبير منها. الفكرة كلها كانت في انه يركز بقى، لانه احنا داخلين مدرسة فلازم يفضل قاعد فترة معينة قاعد بيسمع علشان يركز. هو ما كانش بيقعد اساسا، ما كانش بيهدى اساسا يعني. ف قررت ان انا اروح لدكتوره، رحت لدكتوره في عيادتها في ارض الجولف. دخلنا قلت لها احنا جايين علشان اغسطينوس عنده كده كده كده. هي كانت قاعده مركزه في عينه قوي واحنا بنتكلم يعني، انا ومريم قاعدين قدامها على المكتب وهي بتبص له. فقالت لي كل شويه كانت قاطعني في كلام وتقول لي على فكره ابنك جميل قوي. فانا اقول لها يعني انا اي حد يقول كلام حلو في ولادي احطه على راسي، ويا ويل اللي يجي مثلا ويقول لي مثلا ابنك شقي ولا حاجه. المهم قالت لي ابنك جميل قوي. قلت لها انا عارف هو حلو. بس فبعد ما خلصت الحكايه اللي حكيتها لها كلها، قالت لي بص احنا مش هنقدر نعمل حاجه قبل ما نعمل اختبار قياس درجه التوحد ونتكلم من بعدها. عملنا قياس درجه التوحد، طلع المقياس بتاعه 19. قالت لي شوف بقى، يعني ده متوسط ولا قليل؟ قالت لي اما انا يعني هشرح لك الرقم يعني. قالت لي بص الاعراض اللي انت بتحكيها كلها تقول ان اغسطينوس عند درجه 30. المقياس واللي انا شايفاه دلوقتي بتقول ان اغسطينوس عند 19. طبعا حاجه مؤثره. فانت عملت معجزه مع ابنك وانت مش عارف. قالت لي انت مش فاهم اي حاجه، بس انت اديته حبك عملت منه كده. طبعا اتأثرت جدا وساعتها هي بصت لمراتي قالت لها على فكرة اللي تبقى متجوزة أب زي ده يعني تحطه على راسها. المهم قالت لي أنت مش محتاج دكتور، أنت هتنجح مع ابنك
وانا واثقه ان ابنك هيبقى حاجه كبيره قوي في الكنيسه. هي الدكتور نفسها قالت كده مش محتاج دكتور. قالت لي انت مش محتاج تروح لدكتور، انت ممكن اقصى حاجه نعملها لك نقيس لك المستوى الذكاء بس، لكن قصه ان انت دكتور وعلاج وكلام من ده لا انت مش محتاج، انت مش محتاجني خالص يعني. فمراتي كانت قاعده، فمريم بتقول لها طيب بصي احنا عايزين حاجه طيب عشان الهايبره اللي هو فيها، لان هو شقي، بس حاجه تخليه يهدى كده عشان يسمع ويركز وكده. قالت لها بصي في دواء بيعمل كده كده كده. فانا بقول لها طب الدواء ده يجيب نتيجه في قد ايه؟ قالت لي يجيب نتيجه في تقريبا في شهر. قلت لها طب لو ما استخدمناش الدواء؟ قالت لي ببعض الحركات والتصرفات يعني ممكن تعدل من سلوكه بس على مدى شهرين 3. فقلت لها طيب اخدت الدواء وحطيته في معايا يعني. كانت من ضمن الحركات اللي كانت بتقولها، قالت لو هو ابتدى يتعامل بايده بطريقه جامده سريعه، تجيب كريم بشره وتبدا تحسس يعني تعمل على ايده كده، بحيث هو يبدا يحس ان الايدين ليها حركه تانية غير الحركه العنيفه. فواحده على واحده كل ما يجي يعمل كده مثلا امسك انت ايده وافضل يعني اعمل كده، بس لازم تبقى ايدك ناعمه جدا على ايده. فالكريم بيحسس المناطق الحساسه في الايد انها ليها اكشن تاني غير العنف يعني. يعني هي اديتك الدواء وكمان اديتك ارشادات ازاي تمشي عليها تهدي من لو ما استخدمتش الدواء. يعني ايه يعني الحاجات ده بديل. بالظبط. فانا روحت البيت، فاحنا ماشيين في صيدليه تحت البيت، فمريم بتقول لي مش هنجيب الدواء. قلت لها بس انا محتاج اعرف السايد افكتس بتاعته واشوف الماده التركيبيه وكده يعني. فقالت لي طيب. تاني يوم قالت لي مش هتجيب الدواء. قلت لها لسه الظروف ما سمحتش وكده. المهم بعد يومين كلمت الدكتوره في التليفون، انا كنت شغال في ارض جولف جنب العياده يعني، فكلمت الدكتوره في التليفون قالت لي، قلت لها عايز اقعد مع حضرتك. قالت لي طب تعالى. فرحت لها، كانت قاعده معاها دكتوره تانية. فقلت لها دكتوره بعد اذن حضرتك بالنسبه للدواء اللي حضرتك كتبتيه لي. قالت لي عارفه انت مش هتجيب الدواء لابنك. وقامت سايباني وبصه للدكتوره اللي معاها، قالت لها بصي بقى دكتوره رشا، امير ده حد من الابهات انا ما شفتش حد بيعمل كده. انا عنده استعداد انه يتعب مع ابنه شهور ولا انه يدخل جواه حبايه كيميكال كده تخش تعدل من اتيتيوده ما بتستسهلش. بالظبط. فقالت لي ما تديش ابنك الدواء، وانا واثقه انك انت هتعمل منه نتيجه مذهله يعني، وربنا معاك. بس خرجت وابتديت امشي على كل الكلام اللي هي قالته. رحنا عملنا الانترفيو في المدرسه. تينو ما ركزش خالص مع المديره، قعد يلف حواليها حوالين المكتب، جاوب الاجابات كلها غلط. هي قالت لي ابنك مش هيركز قدام المدرسه. بقيت اتحايل عليها انها تقبله. قلت لها اوعدك لو ما نفعش انا هاجي اخد الفايل بنفسي، بس ارجوكي دخليه. وانت عندك امل ان انت هتقدر تحاول معاه انه يرجع تاني طبيعي؟ بصي انا عشان ولادي ممكن الحس التراب. وعايز اقول على حاجه، انت كنت بتقولي في الاول انا اب مختلف. لا انا مش اب مختلف. اللي ما بيعملش كده مع اولاده هو المختلف. لانه يعني دي رساله الاب. وبرضه انا مبسوط ان انا طالع في برنامج بيشوفوه ناس كتير، عشان انا عايز اقول لكل علماء النفس وعلماء الاجتماع وكل النظريات وكل الدكاتره النفسيين، يعني مع احترامي لكل نظرياتكم، الابوه كمان غريزه. الامومه غريزه والابوه كمان غريزه. انا جوايا غريزه اسمها الابوه. انا بحب ولادي لدرجه كبيره جدا، مش درجه مرضيه، انا بحبهم لدرجه يعني ولادي سيمبلي يعني. المهم فقلت لها يعني الله يخليك اقبلي الفايل وانا هتصرف لو في حاجه. دخل اوغسطينوس المدرسه في 2008. جت المدرسه بعد حوالي اقل من شهر بالظبط، كان يوم 5 اكتوبر. اوغسطينوس عيد ميلاد 31 اكتوبر. فلقيتها بعتالي نمرتها وعايزاني اكلمها. حطيت ايدي على قلبي، كلمتها في التليفون. اول ما عرفت ان انا ابو اوغسطينوس قالت لي انا مش فاهمه انتوا بتتعاملوا مع ابنك ده ازاي. تخيلت ان هم خلاص رافضينه. بالظبط. قالت لي انا عندي 38 طالب بتعامل معاهم بطريقه، وابنك بتعامل معاه بطريقه ثانيه، مش بيركز معايا، مش بيكرر الكلام ورايا، مش بيبص لي. كل الحاجات اللي انا كنت مرعوب منها قالتها. فقلت لها طيب حضرتك انا ميرسي جدا، انا هتصرف وهشوف. انا كنت ماشي بالعربيه وقتها في شارع رمسيس، قفلت العربيه، قفلت التليفون وانهارت من العياط طبعا. بس ما سحبتش الفايل بتاعته؟ لا 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 لا، يعني هو موجود جوه المدرسه لسه؟ بالظبط. في اللحظه دي بقى حسيت انه انا عملت كل اللي عليا، وتصرف انت بقى. يعني ربنا. خلاص قلت له بص انا مش هقدر اسحب الفايل، مش هستحمل،
وانت لازم تعمل حاجه. قلت له انا هصوم من بكره لغايه عيد ميلاد تيم شهر 10 كله. وندرت خروف لماري جرجس، قلت له كل 31 في عيد ميلاده انا هوفي لك الخروف ده، بس خلص لي موضوع مدرسه تيم. بعد ما خلصت الكلام ده بيني وبين ربنا يعني، تاني يوم كلمت المدرسه قلت لها انا هستأذن حضرتك في حاجه، لو عملت حفله عيد ميلاد لتينو ممكن حضرتك تشرفينا في البيت؟ قالت لي هو تينو بيثق فيا جدا حتى لغايه دلوقتي، يعني عنده بابا ده حاجه كبيره قوي يعني. تينو لو شافك معايا هيفرق جدا، لو شافك بتتكلمي وبتهزري وانا مطمن لك الموضوع ده هيخليه ينفتح على العالم بتاع المدرسه يعني. فقالت لي طبعا ما فيش مشكله خالص، انا على الناحيه الثانيه انا بحب تينو جدا يعني. فقلت لها طيب ربنا يخليك. المهم عملت الحفله. عايزه انوه على حاجه بس، انه انا كنت بقعد مع اغسطينوس كل يوم سبت نقعد نذاكر، وهو في كي جي 1 نقعد نذاكر 6 ساعات من 8 الصبح لغايه 2 الظهر. 6 ساعات دول علشان نكتب فيهم حرف او حرفين، يعني يا دوبك نخلص الهوم وركس اللي علينا، احاول افهمه الحاجات اللي حصلت في الاسبوع لان هو كان تحصيله ضعيف في الاول. ف فقالت لي طبعا انا ممكن اجي وما فيش مشكله. جت حضرت عيد ميلاده. تاني يوم انا ذبحت الخروف، وانا بذبح الخروف تينو لازم يجي يحط ايده على الخروف ونصلي. بقول له بص الخروف ده، الخروف ده عشان بتاع ماري جيردس كان هو مسميه جوجو على جورجي يعني. كنت اقول له بص جوجو ده هيطلع فوق، والكلام اللي انت هتقوله له كله هو هيطلع فوق، فاحنا عايزين نقول له ايه؟ عايزين نقول له خلي بالك من تينو في المدرسه. فكان يعمل كده معايا ونذبح الخروف ونبعته. كان ايه الهدف من المدرسه تروح البيت يعني؟ انا قلت هو لو شافني بتكلم معاها هيقول دي يعني بابا بيحبها او بابا مطمن لها، فلما يشوفها في البيت عندنا ويرجع يشوفها في المدرسه هيقول دي حاجه كومن زي بابا يعني، فممكن اتعامل معاها يعني. ده الفكر اللي جه في دماغي يعني، ده الحاجه اللي ربنا هداني اعملها يعني. المهم انه الخروف احنا ذبحناه في السنه دي كان يوم خميس. عملت حفله بتاعته يوم الجمعه، وجينا يوم السبت المذاكره بتاعتنا من 8 الصبح لغايه الساعه 2. اللي كنا بنخلصه في 6 ساعات خلص في اليوم ده في 2:15. انا بقيت ببص له وهو بيكتب ما كنتش مصدق يعني قد كده يا رب انت بتنفذ، قد كده انت يعني تحت امرنا، قد كده انا احدد لك ميعاد واقول لك من هنا لغايه 31 اكتوبر يحصل كده فيحصل كده. خرجت بالورقه لمريم كانت قاعده في اوضه الليفنج، قلت لها احنا خلصنا. حسيت ان انا بقدم رساله دكتوراه. قلت لها احنا خلصنا الواجب في 2:15. بعدها لقيت المدرسه بتقول لي على فكره تينو اختلف تماما، تينو بيجاوب معايا وبيبص لي وبيحفظ وخلاص بقى شخصيه تانية، وخلاص المدرسه بالنسبه له بقت العالم اللي ممكن يتعامل معاه يعني. فما بقاش عندنا مشكله في اي حاجه تانية غير شويه الشقاوه، غير الشقاوه اللي انا بحبها يعني انا بطبعي شقي وبحب اجري والعب واتنطط كده، وحابب ان ابني يبقى كده، لانه عارف ان هو لو شبع من كل حاجه من صغره لما يكبر مش هيبقى محتاج حاجه يعني. من ضمن الاختبارات اللي لمستها قوي في تربيه تينو، ودي برضو انا عايز الناس اللي بتسمعني يركزوا فيها قوي، طريقه المذاكره. لانه انا يمكن في البوست بتاع تينو كتبت ان احنا احسن مدرسين لاولادنا. انا فعلا انا احسن مدرس لابني، لانه انا عارف هو امتى نظرته تقول انه مش فاهم، وامتى نظرته تقول انه تعبان، وامتى نظرته تقول انه معلش يا بابا عملتها غلط اعملها تاني. لما جينا نكتب حرف الب في الكتابه يعني، كان عندنا مشكله. الالف عصايه واقفه ما فيهاش مشكله، الب فيها سنه نازله وسنه ماشيه وسنه تاني طالعه ونقطه، يعني محتاجه فكر يعني. فاكتب يا تينو اكتب يا تينو اكتب يا تينو. ابتديت انا ازعق، فاول ما زعقت هو عيط. فانا سالت نفسي سؤال، هو مين غلط؟
هو لو كان قادر يكتبها ما كان كتبها، ووفر على نفسه الزعيق. هو ده السؤال اللي انا عايز اي حد يساله نفسه وهو بيذاكر لابنه. لو ابنك او بنتك مش فاهم حاجه وعملها غلط وعارف ان انت هتزعق له، لو هو قادر يعملها كان وفر على نفسه الزعيق. بالظبط. حط في دماغك كده، ابنك مش بيحب زعيقك، ابنك مش بيحب ضربك، ابنك مش بيحب ان انت تعنفه، فاكيد غصب عنه اللي بيحصل. فالمهم قمت ساعتها افتكرت فيلم هيلين كيلر، دي كانت واحده عاميه ومش بتشوف وكده، والمدرسه بتاعتها خلقت منها شخصيه خدت جائزه نوبل في الاخر. قلت انا هدي ابني جائزه نوبل، وقمت شلت الكشاكيل والكراسات على جنب وقلت له تينو احنا مش هنذاكر. قال لي ما احنا هنعمل ايه؟ قلت له احنا هنلعب. جبت ورقه A4 بيضه ورسمت عليها بطه، وقمت قلت له تعالى يا تينو نلزقها على الدولاب، ولزقتها على الدولاب في الاوضه. وبعدين قمت جبت ورقه تانية وكتبت فيها حرف ب كبير، وقمت حطيته على تحتها، لزقتها تحتها زي الصوره اللي كانت في البوست كده بس. وقمت وقفت قدام المكتب اللي هو بيذاكر عليه، وقعدت ارقص وانا عامل ايديا كده. قلت له شايف يا تينو انا ايديا عامله ازاي؟ شفت السن اللي نازله دي وماشيه كتيره وطالعه لغايه هنا وعامله كده، واديني دايس على النقطه اهو برجلي وعماله اتنطط في الارض. بقيت اعمل وارقص كده قدامه يعني، فقعد يضحك. فما ضحك رحت شيلته. وعلى فكره بحب اشيل ابني جدا لغايه دلوقتي يعني، حتى وهو كبير كده بحب اشيله يعني. فرحت شيلته وقعدت اجري بيه في الاوضه، ونجري نقرب من الدولاب واقول له دي ايه؟ يقول لي بطه. اقول له به بطه، ونبعد عن الدولاب ونيجي نقرب تاني، ايه دي يا تيمو؟ يقول لي بطه. اقول له به بطه. كتب حرف الب، وجالي تاني يوم عشان يضربني اكبر الم في حياتي. اول ما رجع من المدرسه قال لي بابا اقول لك به ايه تاني؟ قلت له به ايه تاني؟ قال لي به بابا. احلى كلمه. دي كانت جائزه نوبل. ساعتها يعني ساعتها حسيت انه مفيش حاجه مستحيله، كل حاجه هتتغير، كل حاجه هتبقى حلوه. وفعلا انه القضيب اللي هيخرج من جذع ياس، الكلمه اللي اتقالت في اشعياء 11:1 هتحصل، وهتكون في مخافه الرب، وهتحل عليه روح المعرفه، وهيعرف كل حاجه، وهيبقى شخصيه تاني خالص يعني. ومفيش حاجه انا ربنا ادهاني فيه ما نفذهاش، مفيش وعد ربنا وعدني فيه ما تنفذش، بما فيهم وعد اسمه. يعني كل الناس وقفوا قدامي، اغسطينوس ده اسم تقيل، اصحابه هيتريقوا عليه في المدرسه وكده. قلت لهم بكره اغسطينوس ده يتعرف في مصر كلها. قلت الكلام ده وتينو ما كانش كمل سنه. حتى واحد من اصحابي القريبين لسه بيسال امبارح، قال لي يا امير انا عايز اعرف انت بتعرف الحاجات دي ازاي؟ قلت له انا مش بعرف اللي جاي، انا ربنا بينفذ اللي بقوله. لانه انا بقول كده عشان انا عارف ان ربنا ده بتاعنا يعني. ربنا يعني هو قال كده، قال انا واقف على الباب واقرع، ان فتح احد انا هدخل. يعني هو احنا الاذن عندنا، فلما احنا نطلب منه حاجه خلاص، ما طالما ماشيه مع اللي هو بيقوله، وطالما هدفها حب، وطالما هدفها خير للي قدام، ربنا مش هيبخل ابدا يعني. حاولت تروح تاني للدكتوره او حد تتاكد انه المرض خلاص ما بقاش عنده اغسطينوس؟ لا. قلت مش هاخده انا اساسا ما بحبش اخد ولادي لدكاتره يعني حتى ايفن لما بيتعبوا تعب برد عادي وكده، احب اسقيهم ينسون مثلا، حاجات طبيعيه، نشرب جوافه كتير او كده، ما اديش قوي غير بقى لو السخونيات العاليه والكلام ده. لكن غير كده لا، انا مش بحب اخدهم عند دكاتره. حتى وهم بيتولدوا كنت يعني في يوم الولاده نفسه كنت بصر على الدكتور او الدكتوره اللي بتولد انه انا لازم اخش احضر لحظه الولاده. كنت اقول لهم انه ابني ده من حقي، لو الدكاتره لازم يشوفوه وهو طالع، اتليست انا ابقى اكون موجود، لكن انا ما اقفش بره واشوفهم. ابني يطلع من بطن مامته امسكه على ايدي كده يعني. فعلا نفذت ده في اغسطينوس ومجدلينا. ديفيد ما نفعش بقى لانه خدنا على اخوانا. عندك ثلاث اولاد؟ عندي اغسطينوس ومجدلينا وديفيد. هل حد فيهم مر بحاجه مشابهه ليه يعني زي اخوهم الكبير اغسطينوس؟ لا، من حيث النفس اللي كان عندي تينو، لا مفيش كده، نشكر ربنا يعني الحمد لله. يعني للاسف الفقره انتهت، بس انا في النهايه حابه اسمع منك يعني نصيحه لكل اب وكل ام ازاي يحبوا ولادهم بالطريقه دي. انا هقول بس كلمه واحده يمكن تخلي دي ناس تفكر كتير قوي في ولادها. مش انا لوحدي اللي عنده ابن كان عنده حالات توحد. ناس كتيره جدا بعتوا لي مسجز ان عندهم اطفال مشابهه. انتوا مش لوحدكم. في ناس كتيره جدا ربنا مديلها تجارب علشان يديلهم تصريح يخشوا بيه السما في الاخر. فانت معاك في بيتك تصريح هترفعه قدام ربنا كده وتقول له اغسطينوس، هيقول لك اه صح خش.
انت عملت حاجات كتيره بس اغسطينوس هيدخلك، فحب ولادك لان ولادك هيدخلوك احلى مكان كلنا بنتمنى نبقى فيه. يعني أنا في النهاية أنا بشكرك على المحبة اللي أنت اديتها لأولادك كمان وتعلمنا منها كتير، بشكرك جدا. أستاذ أمير تدرس، بشكرك على وجودك معانا النهاردة. ميرسي خالص، شكرا. ميرسي. مشاهدينا فقرتنا انتهت بس لسه مكملين معاكم فقراتنا، خليكم معانا هنرجع لكم بعد الفاصل. بادر باقتناء نسختك من البابا وأسئلة الشعب الذي يلتقي فيه قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني أبناء شعبه ويجيب عن أسئلتهم في 3 كتب: الوحدانية، الأحوال الشخصية الجزء الأول، والأحوال الشخصية